يا مساء الخير على كل اللي لسه فاكرين التاريخ واللي بيحاولوا ينسوه. معاكم حبيبكم في حلقة جديدة من بودكاست التاريخ الصامت، البودكاست اللي بينبش في الجروح القديمة عشان يمنعها إنها تتكرر. تخيل معايا كده إن في عيلة كبيرة عايشة في أمان الله في بيتها الضخم المليان خيرات، وفجأة تهجم عليهم جارتهم القوية، تطردهم من أحسن أوضة في البيت، تسرق أكلهم، تقتل اللي يعترض، وتجبر العيال يشتغلوا خدامين عندها ببلاش. وبعد سنين طويلة من الذل والبهدلة، العيال دول بيكبروا ويعملوا ثورة ويطردوها من البيت. المنطق بيقول إن القصة خلصت، صح؟ لا، الجارة دي بدل ما تعتذر بتقف على باب البيت وتقول لهم: أنا اللي ربيتكم، أنا اللي علمتكم، أنا أمكم، أنا ماما فرنسا. ومش بس كده، بتفضل واخدة مفتاح البيت معاها، تدخل وتخرج بمزاجها، تاخد فلوسهم تحوشها لهم عندها غصب عنهم، وتفضل تتدخل في كل كبيرة وصغيرة. القصة الدرامية دي مش فيلم خيال علمي، دي الحكاية الحقيقية للقارة الأفريقية مع فرنسا. النهاردة يا جماعة الخير، حلقتنا مش مجرد تحليل سياسي، حلقتنا جلسة مصارحة مع التاريخ. هنفتح كتاب فرنسا الأسود في أفريقيا وهنقرأ صفحاته اللي اتكتبت بالدم والدموع. هنتكلم عن ماما فرنسا اللي قدمت نفسها للعالم كأم حنونة، وهي في الحقيقة كانت زوجة ابن قاسية. بس قبل ما نفتح الكتاب الأسود ده ونقلب في صفحاته المؤلمة، محتاجين دعمكم عشان صوت الحقيقة يوصل لأبعد مكان. انزلوا حالا اعملوا لايك واشتركوا في القناة لو لسه جداد، وسيبوا لنا تعليق برأيكم عشان صوتنا يفضل مسموع. بعدها ركزوا معانا لأن حلقة النهاردة طويلة ومليانة تفاصيل هتوجع القلب وتثير الغضب. خليكم معانا. يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. خلونا نبدأ من البداية، من الكذبة الكبيرة اللي اتبنى عليها كل حاجة، المهمة الحضارية أو مهمة التنوير. فرنسا لما دخلت أفريقيا ما قالتش للعالم أنا رايحة أسرق وانهب، لا طبعا، دي ما تصحش في حق دولة الحرية والإخاء والمساواة. قالت لك أنا رايحة أنشر الحضارة، أنور العقول، أخد الشعوب البدائية دي لإيديهم وأدخلهم عصر النور. كلام جميل قوي، صح؟ تحس إنهم جمعية خيرية مش إمبراطورية استعمارية. لكن تعالوا نبص على النور اللي جابوه معاهم. النور ده كان اسمه قانون الأهالي، كود دو لانديجينا. ده قانون يا حضرات كان بيتطبق على الأفارقة بس، بيعتبرهم مواطنين درجة 10. ممنوع يتجمعوا، ممنوع يسافروا من قرية لقرية من غير تصريح، ولو بصوا بس للجند الفرنسي بصة مش عجباه ممكن يتسجنوا من غير محاكمة. دي حضارة دي ولا سجن كبير؟ النور بتاعهم كان عبارة عن العمل القسري، travail forcé. كانوا بيجبروا ملايين الأفارقة يشتغلوا ببلاش في بناء السكة الحديدية والمناجم والطرق عشان خيرات بلادهم تتسرق وتتبعت لفرنسا. اللي كان بيرفض كان مصيره الموت. ده تنوير ده ولا نظام عبودية مقنن؟ الحضارة بتاعتهم كانت بتتلخص في جملة واحدة: انتوا مش بشر زينا. قسموا الناس لسادة وعبيد، علموا نخبة صغيرة اللغة الفرنسية عشان يبقوا وسطاء بينهم وبين بقية الشعب، وزرعوا الفتنة بين القبائل عشان يطبقوا سياسة فرق تسد الشهيرة. فمهمة التنوير دي كانت أكبر عملية نصب في التاريخ، كانت مجرد غطا جميل ولامع عشان يداروا بيه أبشع جريمة، سرقة وطن كامل وسرقة كرامة شعب بحاله. طيب، ولما الشعوب دي بدأت تفهم اللعبة وقالت لك لا كفاية كده، احنا عايزين حريتنا، ماما فرنسا عملت ايه؟ هل قالت لهم برافو يا ولاد كبرتوا هتعتمدوا على نفسكوا؟ لا طبعا، ماما فرنسا طلعت الكرباج. التاريخ الفرنسي في أفريقيا مكتوب بالدم، في مجازر لو اتعملت أفلام هتبقى أفلام رعب مش أفلام تاريخية. مذبحة سطيف والمسيلة وخراطة في الجزائر 8 مايو 1945، اليوم اللي أوروبا كانت بتحتفل فيه بنهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار على النازية.
الجزائريين خرجوا في مظاهرات سلمية يطالبوا بالاستقلال اللي فرنسا وعدتهم بيه لو حاربوا معاها. الرد كان إيه؟ 45,000 قتيل. فرنسا استخدمت الطيارات والمدافع عشان تقتل ناس عزل في الشوارع. دي مش حرب، دي إبادة جماعية. حرب الكاميرون 1955-1971. لما الكاميرون طلبت بالاستقلال الحقيقي، فرنسا شنت عليها حرب سرية استمرت أكتر من 15 سنة. قتلوا مئات الآلاف وحرقوا قرى كاملة، واستخدموا كل أساليب التعذيب الوحشية عشان يقضوا على حركة التحرر الوطني. حرب كاملة العالم معظمه ما يعرفش عنها حاجة. الإبادة الجماعية في رواندا 1994. الدور الفرنسي في رواندا وصمة عار في تاريخ الإنسانية. فرنسا دعمت ومولت وسلحت النظام المتطرف اللي نفذ الإبادة الجماعية. ولما الإبادة حصلت عملوا عملية عسكرية اسمها عملية تركواز. قال إيه؟ عشان يحموا المدنيين. في الحقيقة العملية دي ساعدت القتلة والمجرمين إنهم يهربوا من العدالة. دي مجرد أمثلة بسيطة. كل بلد أفريقي دخلته فرنسا له قصة دموية معاها. فقبل ما أي حد يتكلم عن فرنسا بلد حقوق الإنسان، لازم يقرأ التاريخ ده الأول. تاريخ بيقول إنه حقوق الإنسان دي كانت بتنتلي صلاحيتها على حدود أوروبا. طيب، الاستعمار العسكري خلص والبلاد خدت استقلالها. نظرياً، هل ماما فرنسا سابت ولادها في حالهم؟ لا طبعاً. قالت لهم: أنا صحيح مش هحكمكم بالجيش، بس هحكمكم بالفلوس. وهنا اخترعت أكبر سبوبة في تاريخ الاستعمار الحديث، الفرنك الإفريقي، الCFA فرانك. دي عملة بتستخدمها 14 دولة إفريقية. ومين اللي بيطبعها ويتحكم فيها؟ البنك المركزي الفرنسي في باريس. والنكتة السوداء الأكبر في الموضوع، الدول الإفريقية دي مجبرة تحط 50% من احتياطاتها النقدية في الخزينة الفرنسية. متخيلين العبث؟ بلد فقير بيشتغل ويتعب، وفي آخر السنة نص الفلوس اللي حوشها ياخدها يديها لماما فرنسا عشان تحفظها له. ده مش نظام نقدي، دي بلطجة اقتصادية. ده معناه إن فرنسا بتتحكم في سياسة 14 دولة اقتصاديا بالكامل. لو عايزاهم يكبروا بتساعدهم، لو عايزاهم يفلسوا بتسيبهم يغرقوا. والفلوس بتاعتهم دي فرنسا بتستثمرها وتكسب منها مليارات، والأفارقة بياخدوا عليها فوائد رمزية لا تذكر. ده أكبر قيد استعماري لسه موجود في القرن 21. دي سرقة مقننة. دي فضيحة بتخلي أي كلام عن الشراكة والتعاون مجرد نكتة بايخة. السرقة ما كانتش بس فلوس وموارد طبيعية. ماما فرنسا كان عندها هواية تانية، سرقة تاريخ وتراث الشعوب. لو دخلت النهاردة متحف زي كي برانلي في باريس، هتلاقي كنوز أفريقية لا تقدر بثمن. تماثيل، أقنعة، سيوف، مجوهرات، كل قطعة وراها قصة حضارة عظيمة. طب الحاجات دي وصلت باريس إزاي؟ هل اشتروها؟ لا طبعا، سرقوها. كانوا بيدخلوا القصور الملكية والمعابد، ياخدوا كل حاجة تقابلهم ويشحنوها على باريس. بيسموها غنائم حرب أو مقتنيات. دي مش مقتنيات، دي مسروقات. والنهاردة لما الدول الأفريقية بتطالب بحاجتها، فرنسا بترد بكل برود: لا، دي بقت جزء من التراث الفرنسي، وفي أحسن الأحوال تقولك ممكن نسلفها لكم تعملوا بيها معرض وترجعوها. متخيل الوقاحة؟ أسرق بيتك وبعدين أقولك ممكن أأجر لك الكرسي بتاع جدك اللي أنا سرقته. دي مش مجرد سرقة حجر أو تمثال، دي سرقة ذاكرة شعب، سرقة هوية، سرقة تاريخ، ودي جريمة لا تسقط بالتقادم. في السياسة، ماما فرنسا طورت أساليبها. بدل ما تحكم بنفسها، بقت بتحكم عن طريق ولادها المطيعين. وهنا ظهر مصطلح فرنسا أفريقيا. دي شبكة معقدة من العلاقات غير الرسمية بين قصر الإليزيه ورؤساء أفارقة فاسدين. فرنسا بتدعم الدكتاتور ده، تحميه وتغض الطرف عن فساده وقمعه لشعبه. في المقابل هو بيضمن مصالح فرنسا،
يدي لشركاتها عقود حصرية في النفط واليورانيوم ويصوت معاها في الأمم المتحدة ويفضل مربوط بيها سياسيا واقتصاديا. وأي رئيس وطني يحاول يخرج عن طوع ماما فرنسا مصيره بيبقى معروف، يا إما انقلاب عسكري بتدعمه المخابرات الفرنسية يا إما اغتيال. التاريخ مليان أمثلة، وأشهرهم توماس سانكارا في بوركينا فاسو. الراجل ده كان عنده حلم إنه يخلي بلده تعتمد على نفسها بجد. جزاؤه كان إيه؟ اتقتل في انقلاب دبرته فرنسا. فرنسا أفريقيا هي الوجه الحديث للاستعمار، استعمار بالوكالة، بتحكم من غير ما تحرك جندي واحد، بتحكم عن طريق عرايس الماريونيت اللي زرعتهم في قصور الحكم. ونيجي بقى للحالة الأكثر تعقيداً وإيلاما، علاقة ماما فرنسا بالجزائر. دي مش علاقة استعمار عادي، دي علاقة مرضية. فرنسا قعدت في الجزائر 132 سنة. مجرد استعمار؟ دي كانت عملية محو هوية. كانوا بيعتبروا الجزائر جزء من فرنسا. حرب التحرير الجزائرية كانت من أكتر الحروب دموية في القرن العشرين، واستشهد فيها 1.5 مليون شهيد. بعد الاستقلال المفروض إن القصة خلصت، لكن للأسف فرنسا نجحت إنها تخلق نخبة حاكمة في الجزائر عقلها لسه عايش في باريس. نخبة بتتكلم فرنساوي أحسن من العربي، وبتشوف إن أي حاجة جاية من عند ماما فرنسا هي الأفضل. والنهاردة بنشوف العبث في أوضح صوره. النظام العسكري الجزائري اللي كل خطابه الرسمي مبني على معاداة الاستعمار هو أكتر نظام مربوط بفرنسا. لما المسؤولين بيتعبوا بيروحوا يتعالجوا فين؟ في مستشفيات باريس. لما بيشوبوا يصيفوا بيروحوا فين؟ في شواطئ الريفيرا الفرنسية. لما بيحبوا يستثمروا فلوسهم اللي نهبينها بيودوها فين؟ في العقارات والبنوك الفرنسية. ماما فرنسا بتستخدم الملف ده بذكاء شديد، بتدعم النظام ده عشان يفضل ضعيف وتابع ليها، وفي نفس الوقت بتستخدمه كفزاعة عشان تبيع سلاح للمنطقة كلها. والنظام الجزائري بدل ما يبني بلده بيصرف ملياراته على شراء السلاح وعلى تمويل قضية خسرانة زي البوليساريو عشان بس يخلق عدو وهمي اسمه المغرب وينسي شعبه مشاكله الحقيقية. العلاقة دي هي أكبر دليل على إن الاستعمار مش مجرد احتلال أرض. أخطر أنواع الاستعمار هو استعمار العقول، وماما فرنسا نجحت في ده بامتياز مع بعض ولادها. القصة مش قصة فرنسا بس، دي قصة كل قوة استعمارية فاكرة إنها ممكن تسرق مستقبل الشعوب وتفضل عايشة في أمان. إفريقيا النهاردة بتصحى، جيل جديد من الشباب بيكتشف التاريخ ده وبيقول بصوت عالي لأ كفاية كده. القصة لسه ما خلصتش، والصراع عشان الحرية الحقيقية، حرية العقول والاقتصاد والقرار، لسه في أوله. تصبحوا على وطن حر بجد. وفي النهاية لو عجبتكم الحلقة والمحتوى اللي بنقدمه ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا من خلال خاصية السوبر ثانكس أو التشكرات عشان نقدر نكمل ونقدم لكم محتوى أكتر وأعمق. دعمكم هو اللي بيخلينا مستمرين.